عارف ايه الفرق بينك وبين اتقى واحد تعرفه؟ الفرق مش قدام الناس، الفرق في اللحظة اللي بتبقى فيها لوحدك تماما ومتأكد ان مفيش عين بشرية شايفاك. في اللحظة دي بالذات يا اما بتبني طريقك للجنة يا اما بتهد كل اللي بنيته في سنين. علشان كده النهاردة هنتكلم عن المعركة المستخبية، هنتكلم عن ذنوب الخلوات. عارف ايه اكتر حاجة بتوجع في حديثنا النهاردة؟ الغربة اللي بتحس بيها بينك وبين نفسك، انك قدام الناس زي الفل، الشخص المثالي المحترم اللي كل كلامه طاقة وايمان، ويمكن تكون انت السند اللي اصحابك بيرموا حمولهم عليك، لكن بمجرد ما الليل يليل والبيت كله ينام وتدخل اوضتك وتقفل بابك عليك، هنا بيبدأ الوش التاني. تخيل معايا المشهد ده كده، انت لوحدك، النور مطفي ومفيش غير اضاءة الموبايل هي اللي ضاربة في وشك، بتبدأ بفيديو عادي او ستوري معدية قدامك بالصدفة، وفجأة الشيطان يرمي لك طرف الخيط، قلبك يبدأ يدق، في صوت جواك بيقول لك اقفل، قوم صلي ركعتين وبلاش تكسر الستر اللي ربنا مديهولك. بس في نفس اللحظة في صوت تاني أقوى، صوت بيقول لك ما كده كده ما فيش حد شايفك، هي جات على المرة دي، وبعدين انت تعبان ومخنوق ومحتاج تفصل. وهنا المصيدة، صباعك بيتحرك لوحده، بتبدأ تدور وتدخل من لينك ومن فيديو للتاني، وانت في قمة التركيز ده لو بس سمعت خبطة رجل برا الأوضة أو حد من أهلك نادى عليك، جسمك كله يتنفض وتقفل الموبايل في ثانية وتعمل نفسك نايم ويمكن ميت كمان. ما سألتش نفسك قبل كده ليه خفت من خبطة رجل بني آدم زيك وما خفتش من اللي خلقك وخلق البني آدم ده؟ المشكلة مش بس في اللي بتشوفه، المشكلة في الخسارة اللي بتحس بيها بعدها. لحظة ما بتخلص وبترمي الموبايل من ايدك بتحس بتقل في صدرك، وبتحس انك رخيص جدا قدام نفسك، بتحس ان في حجاب اترفع بينك وبين ربنا لدرجة انك ممكن تتكسف تقوم تصلي الفجر لانك حاسس انك منافق. هي دي المعركة المستخبية، انك بتهد بالليل كل اللي بتحاول تبنيه بالنهار. ممكن تعدي اللحظة دي وتقول عادي ربنا غفور رحيم وحتوب بكرة، بس الصدمة الحقيقية مش في الذنب نفسه، الصدمة بآثار الزلزال اللي بيحصل في حياتك وانت مش واخد بالك. عارف الضيق اللي بيكبس على نفسك فجأة وانت قاعد مع اصحابك وبتضحك؟ طب عارف التكفيل اللي بتشوفه في شغلك، او المذاكرة اللي مش راضية تدخل دماغك، او التوفيق اللي بيطير من بين ايدك في اخر لحظة؟ احنا للاسف فاكرين ان ذنوب الخلوات دي ملف مكفول ومحدش بيشوفه، بس الحقيقة انها بتسرب سموم في كل تفاصيل يومك، والسموم دي هي اللي بتتحول لعكننة ولخبطة في حساباتك من غير ما تحس، لان اللي بيحصل في السر لازم يسيب بصمته على يومك وتوفيقك. ممكن تكون الدنيا مقفلة في وشك او حاسس بالتوجل مش عارف سببه وانت مش فاهم ليه، ويمكن ذنب عملته وانت لوحدك هو السبب الحقيقي في حرمانك من رزقك. والرزق هنا مش بس فلوس، الرزق ممكن يكون راحة بال او قبول في وش الناس، او حتى انك تعرف تصلي ركعة بخشوع. وخلينا اصدمك اكتر، اكبر خطر في ذنوب الخلوات انها ادمان صامت، لانك بتعملها وانت مآمن ان مفيش حد شايفك، فبتتجرأ اكتر، والمرة بتبقى 10 والذنب الصغير بيكبر لحد ما تلاقي قلبك يتعود. عارف يعني ايه قلبك يتعود؟ يعني تفقد اعظم نعمة ربنا اداها لك، لذة الطاعة. تلاقي نفسك بتقوم تصلي وانت تقيل، بتسمع القرآن وقلبك حجر، بتشوف الموعظة وبتعدي عليك ولا كأنها لمستك، وده كله لان في طبقة مصدية غطت على قلبك من كتر النقط السوداء اللي بنرسمها واحنا لوحدينا. والاخطر من كل ده انها بتهد هيبتك قدام نفسك وقدام ربنا. في العلن انت بطل وفي السر انت مهزوم. التكرار ده بيخليك تعيش بشخصيتين، وطبعا الشخصية الضعيفة المهزومة هي اللي بتغلب في الآخر، وبتخليك تفقد الثقة إنك ممكن تتغير أصلا، فتقول لنفسك خلاص أنا ضعت، أنا منافق، وتبعد أكتر وأكتر. ذنوب الخلوات يا صاحبي هي السوس اللي بينخر في أساس بيتك وأنت من برا شايف البيت سليم، لحد ما يوقع بيك فجأة في أول عاصفة وأول اختبار حقيقي. بس عارف، وسط كل الحسابات دي، وسط خوفك من إن حد يفتح الباب أو إن حد يشوف سجل البحث بتاع موبايلك، في حقيقة غايبة عننا تماما، حقيقة لو استوعبتها بجد حياتك هتتغير 180 درجة. الحقيقة هي انك عمرك ما كنت لوحدك. تخيل لو انت بتعمل الذنب ده وفجأة النور نور ولقيت الشخص اللي انت بتحبه وبتحترمه جدا واقف وراك وبيشوف اللي انت بتشوفه، هتحس بايه؟ هتحس ان الارض انشقت وبلعتك من الكسوف، صح؟ طيب ولله المثل الاعلى، ازاي بنخلي ربنا سبحانه وتعالى اهون الناظرين الينا؟ ليه بنعمل حساب لكاميرا مراقبة او عين بشرية ومش بنعمل حساب للي خلق العين دي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على الوجع ده من 1400 سنة في حديث يخلي شعر جسمك يقشعر. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. تخيل، جبال من الصلاة، جبال من الصيام، جبال من الصدقة، وفي ثانية واحدة تطير في الهواء كأنها لم تكن. الصحابة تخضوا وسألوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون
يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الكلمة دي توجع قوي يا صاحبي. إذا خلوا يعني مشكلتهم مش إنهم وحشين، مشكلتهم إنهم بوشين قدام الناس محترمين، وفي الخلوة جدران الحياة بتوقع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القرآن ألم يعلم بأن الله يرى. دي مش مجرد آية، دي أسلوب حياة. ربنا مش مستني يمسك عليك غلطة، ربنا بيحبك وعايزك نضيف. لما تكون لوحدك دي مش فرصة علشان تحصي، دي فرصة علشان تثبت حبك، لأن الطاعة في العلن سهلة، الكل بيشوفك وبيمدحك، لكن الطاعة في السر وانت لوحدك والموبايل في ايدك وتقوم تكفله لله، دي هي الولاية الحقيقية. أنا عارف انت حاسس بيه دلوقتي، يمكن الكلام وجعك ويمكن لا، يمكن حسيت انك بعيد قوي أو ان الجبال اللي حكينا عنها طارت من رصيدك فعلا. بس خليني أقول لك سر كبير، الشيطان اللي شجعك على الذنب وانت لوحدك هو نفسه اللي دلوقتي واقف بيقنعك انك خلاص انتهيت وان توبتك ملهاش لازمة، لانك كده هترجع تاني. عايزك بقى تركز معايا كويس، احنا بشر مش ملائكة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفك قبل ما يخلقك، ويعلم سبحانه اللحظة اللي ضغطت فيها على اللينك ده، ويعلم ايضا الندم اللي بياكل في قلبك دلوقتي وانت بتسمعني. عارف ايه الفرق بين العاصي وبين الولي؟ الفرق مش ان الولي ما بيغلطش، الفرق ان الولي لما بيوقع بيقوم يغسل هدومه فورا ويرجع يجري على ربنا، اما العاصي بيفضل قاعد في الطين ويقول خلاص ما انا توسخت. انت مش منافق، انت بس محارب تكعبل. لو كنت منافق ما كانش قلبك وجعك دلوقتي، ما كنتش كملت الفيديو للثانية دي وانت بتدور على مخرج. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقفلش الباب في وش اللي بيخبط، احنا اللي ساعات بنستبعد على نفسنا نرجع. تخيل ربنا بيقول لك في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء يعني لو ذنوبك واصلة لحد السحاب، بكلمة واحدة طالعة من قلب محروق ومكسور ربنا بيمسح السجل ده كله وكأنك لسه مولود النهاردة. خلينا اديك مثال، لو عندك توب ابيض غالي قوي وتوسخ ببقعة زيت، هتعمل ايه؟ هل هترميه في الزبالة؟ اكيد لا، ده انت هتجري تغسله باقوى منظف عندك. التوبة بقى هي المنظف ده، وربنا بيحب التوابين. عارف يعني ايه بيحبهم؟ يعني بيحب يشوفك وانت راجع ليه وانت بتعيط وتقول له يا رب يا رب ماليش غيرك، انا ضعيف فقوني. الانتصار الحقيقي مش انك ما تبطلش تقع، الانتصار الحقيقي انك ما تبطلش تقوم. كل ما تقع قوم، كل ما تضعف ارجع. المهم ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك ان الباب اتقفل، الباب ده ما بيتقفلش غير مع اخر نفس في عمرك. طيب الكلام ده جميل ومريح، بس هنعمل ايه؟ يعني ازاي لما اقفل الفيديو ده وابقى لوحدي تاني ما قعش في نفس الفخ؟ بص يا بطل، الحرب دي مش محتاجة نوايا طيبة وبس، دي محتاجة تخطيط سليم. خلينا اديك 4 خطوات لو نفذتهم ان شاء الله هتقفل ابواب الشيطان دي بالضب والمفتاح. اول خطوة، اقطع طريق الامداد. عارف القائد اللي عايز يهزم جيش ايه اول حاجة بيعملها؟ اول حاجة بيعملها انه بيقطع عنهم الاكل والسلاح. انت كمان كده، اي لينك اي اب اي اكاونت على السوشيال ميديا بيجرك للذنب اعمل له بلوك فورا. ما تمتحنش ارادتك وتقول انا بديت قوي، امسح الصور امسح المواقع ونظف موبايلك. الموبايل ده يا اما هيكون طريقك للجنة يا اما هيكون حفرة بتقع فيها، علشان كده نظف سلاحك. تاني خطوة، اكسر مثلث الخطر. علشان الذنب ده يحصل محتاج 3 حاجات، موبايل ووحدة وفراغ. لو كسرنا ضلع واحد المثلث هيوقع. فنصيحة اخوية، ما تبقاش لوحدك وانت معاك الموبايل. لو حسيت ان الشيطان بدأ يوزك سيب الموبايل واطلع اقعد مع اهلك او انزل اتمشى او حتى نام. المهم ما تديش لنفسك فرصة للخلوة وانت في حالة ضعف. ثالث خطوة، استراتيجية الاحلال. النفس لو ما شغلتهاش بالحق هتشغلك بالباطل. ما تبقاش قاعد فاضي وتقول انا ليه بضعف. الفراغ هو الشيطان الاكبر، علشان كده اشغل وقتك، رياضة، كورس مهم، هواية بتحبها او حتى فيديو مفيد. المهم عقلك ما يبقاش ساحة فاضية للشيطان يلعب فيها كورة زي ما هو عايز. رابع واخر خطوة، اضرب الذنب بسر عكسه. مش انت بتعمل ذنب في السر؟ طيب ما تضربه بطاعة في السر. خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خبيئة محدش يعرفها غيره سبحانه. صدقة بسيطة محدش شافها، ركعتين في جوف الليل والناس نايمة، او حتى ذكر بسيط وسهل بس ما بفرقش لسانك زي سبحان الله وبحمده. عارف الكلمتين دول النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ان اللي يقولهم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. تخيل الذكر ده بيمسح اللي فات وبحصنك في اللي جاي. يبقى الحل مش انك تبقى خارق، الحل انك تبقى ذكي في التعامل مع نقاط ضعفك. ابدأ بحالا، مش بكرة ولا الاسبوع اللي جاي، ابدأ حالا.
في النهاية يا صديقي، الموضوع أكبر من مجرد فيديو شفته أو ذنب عملته، دي حياتك وده قلبك اللي هو أغلى حاجة عندك. عارف يوم القيامة لما كل واحد فينا يقف لوحده، مفيش موبايل، مفيش شاشة، ومفيش باب مقفول، اللحظات اللي كنت فاكر إنها مستخبية هي اللي هتتكلم. بس الخبر الحلو إنك لسه عايش، يعني لسه في نفس، يعني لسه في فرصة إننا نمسح الماضي ده كله بتوبة صادقة لله. فعايزك تفتكر دايما إن ربنا اللي سترك وأنت بتعصيه هو نفسه اللي مستنيك ترجع علشان يغفر لك ويبدل سيئاتك دي كلها حسنات. ما تخليش الشيطان يحسسك انك رخيص، انت عند ربنا غالي قوي لدرجة انه لسه سبحانه فتح لك باب التوبة لحد اللحظة دي. ابدأ من دلوقتي وجرب لذة انك سبت حاجة لله وانت قادر تعملها، والله اللذة دي احلى بمليون مرة من اي متعة حرام شفتها في حياتك. اوعى تفتكر ان المعركة خلصت، المعركة لسه ما خلصتش، والبطولة الحقيقية هي انك تفضل تحاول لحد ما تقابل ربنا وهو راضي عنك. اشوفكم على خير، دمتم في امان الله، والسلام عليكم.